بتحسوا بايه لما كل شويه حد يقول لكم بس يا عم قلل الاسترس، بس انتوا قللوا الاسترس؟ لما تروح للدكتور والدكتور يقول لك بس انت اهم حاجه بس حاول تقلل الضغط العصبي شويه. كنت في اخر مؤتمر كده كنت حضرته من شهر تقريبا، فكان في دكتور بطنه استاذ بطن كبير قال بصوا يا جماعه عشان ملخص كده قصه السكر دي لايف ستايل وادويه وتقلل ستريس. حقيقي مش عارف ازاي نقلل ستريس بس تقلل ستريس. ساعتها كنت قاعده قلت فعلا هي الناس فعلا احنا بنقعد نقول لهم يا جماعه قللوا ستريس قللوا ضغط نفسي، احنا ما بنقول لهمش تعملوا ايه. يعني ايه نقلل ستريس؟ هو انا ممكن اقلل ستريس؟ هو انا الستريس لو انا عندي مشكله ما او عندي في ضغط، في حاجه مضايقاني، في حاجه عامله ضغط عليا، بيبقى ده ايه؟ بيبقى احساسي انا بيها، صح؟ هي المشكله نفسها انا مش هقدر احلها. يعني حاجه معينه مثلا مزمنه معينه، حاجه موجوده مزمنه معينه مش قادر احلها، فانا مش هقدر العب فيها لسبب ما لوقت ما. وزي حاجات كتيره بقى، ضائقه ماليه، مشاكل في الشغل، مشاكل مع زوج واولاد، مشاكل مع اهل، جيران مثلا، حاجه مش هعرف اغيرها. طيب انا بقى من جوه واقع الموضوع ده جوه انا اعمل فيه ازاي؟ بنشوف اسمها حاجه عارفين زي المرجحه اللي بتمرجح عليها، فاكرين كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ الميزان. كان اسمها ايه؟ ليها اسم، العيال بيقولوها دلوقتي، العيال ولادي ليها اسم تاني كده. المهم يعني واحنا صغيرين كان اسمها الميزان، اللي هو كان في حد يقعد هنا وحد يقعد الناحيه التانيه ونقعد ايه؟ نتمرجح كده. بس كان بيحصل ايه لما كان يبقوا اتنين نفس الوزن ويفضلوا متعلقين هما الاتنين في الهوا كده؟ كان بيحصل ايه؟ كنا بنجيب حد، صح، يتقل الكفة عشان ايه؟ واحد ينزل وبعد كده اللي ينزل، صح؟ صح كده؟ طيب انا عندي كفة فيها احزاني ومشاكلي وضغط النفسي، يبقى انا محتاجة اعمل ايه؟ انا محتاجة اعمل حاجة قدامها تعمل بالانس شوية. ويا حبذا كمان لو ايه؟ لو تقلت الكفة دي شوية والتانية طارت، صح؟ هو ده اللي بنعمله لما بيقابلني ستريس وضغط عصبي، حاجة مضايقاني، أدور على حاجة تانية تبسطني، أدور على حاجة تانية تسعدني، تبالانس، توازن الكفة عندي اللي ماشية منطورة دي، اللي أنا مش عارفة، محدش عارف يقف قدامها دي، الضغط العصبي. تخيلوا إحنا عندنا حاجات كتيرة جدا جدا إحنا بتريحنا وبتبسطنا بس إحنا ما بنبقاش عارفينها، حكم التعود، او مثلا مش في بالنا، مش بتيجي في بالنا من كتر ما احنا متضايقين او زعلانين او مركزين في المشكله. تعالوا نركز في الحل، نعمل بالانس لغايه ما ربنا يفرجها كده ولا نشوف لها حل للعقده دي. بس حلها يبقى جوانا، ان احنا نعمل حاجه تبسطنا. لو كل واحد قعد فينا جاب ورقه وقلم وكتب 5 حاجات لما بيعملها بتبسطه، 5 حاجات لما بيعملها بتبسطه، ونخلي الليسته دي موجوده معانا كده وقت الزنقه. يعني انا مثلا من الحاجات اللي بتبسطني مثلا جدا ان انا ممكن انزل اتمشى، او ان انا اشرب فنجان قهوه وانا رايقه كده، ويعني والدنيا حواليا تضرب تقلب كده وقاعده بشرب قهوه، ببقى مبسوطه قوي. اللي هو احساس ايه؟ بصوا بقى، انا هتغلب على كل هذه الاشياء اللي حواليا وهقعد اشرب فنجان القهوه بتاعي. عندي حاجات كتيره جدا، هي تبان حاجات بسيطه بس بتبسط البني ادم. في ناس كده، احنا كلنا على فكره كده، كلنا عندنا حاجات بتبسطنا بس ما بنبقاش عارفينها. فكل واحد يقعد مع نفسه ويكتب 5 حاجات بتبسطه، ما تحتاجش منه مجهود، ما تحتاجش منه تجهيزات خاصه، محتاجه منه اللي هو اول ما يعني تبقى متاحه، اول ما يتزنق فيها او عايز يفك على نفسه ويروق على نفسه شويه يعملها. هتلاقوا قد ايه احساس الاسترس والضغط العصبي الواقع علينا ده بيخف. بنعمل ايه؟ البالانس بتاع الميزان. وشويه شويه لما تبتدي تتعود ان انت لازم تدخل حاجه حلوه، وان انت مش هتقبل ان الضغط العصبي ده هياكل منك، شويه شويه تبص تلاقي نفسك بتتقل منك، وبقت دي الكفه الاتقل. ربنا يحوش عنا ان شاء الله اي ضغط عصبي ويخففه ويهونه علينا، ويجعل تعبنا في الدنيا في ميزان حسناتنا وحسناتكم باذن الله ان شاء الله. اشوفكم على خير. باي.